بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نرد فيها على أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق، الذي أفتى فتوى غريبة في التلفزيون. سألته المذيعة وقالت له: نحن كمسلمين كيف ننتخب كمال كليجدار أوغلو وهو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا يصلي وأمور كهذه يعني. فرد عليها وقال لها أن علماء المسلمين السنة قالوا أن الحاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم المسلم الظالم. وفي الواقع هذه الفتوى التي استشهد بها هي فتوى طلبها هولاكو قائد جيش المغول لما دخل بغداد وذبح المسلمين ذبحا، فرفض علماء المسلمين السنة إصدارها. فهناك رجل دين شيعي كان حاضرا هو الذي قام بكتابة هذه الجملة وقام بالتوقيع عليها. فأنا شخصيا أنصح كمال كليجدار أوغلو وأقول له: أحمد داود أوغلو شبهك بهولاكو وشبه تركيا ببغداد، فيا له من حليف سيء لك. أنا لو مكانك أطرده من التحالف وأطرده من قائمتك الانتخابية. تعالوا نبدأ ونرى هذه القاعدة والكوارث التي أحدثتها في الدولة العثمانية حتى لم يعد هناك مسلمين أتراك في بلغاريا ولا في اليونان ولا في غيرها. تعالوا نبدأ بأحمد داود أوغلو. Yani diyor ki İslam düşüncesinin bütün önemli siyaset şeyleri, Sünni düşüncenin zulümle yöneten bir Müslümandansa adaletle yöneten bir kafir veya gayrimüslim tercih edilir diyor. Ama zulümle Müslüman bir idareci yaşayamaz. هذه الفتوى موجودة في هذا الكتاب، كتاب اسمه الفخري في الآداب السلطانية، تأليف محمد ابن علي ابن طبطبة، وهذا كان مولود في بغداد وقت احتلال المغول، يعني ولد بعد احتلال بغداد ب4 سنوات فقط. وروى هذه الواقعة في صفحة 17. يقول: لما فتح السلطان هولاكو بغداد أمر أن يستفتى العلماء، يطلب فتوى يعني، أيهما أفضل، السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟ ثم جمع العلماء بمدينة المستنصرية لذلك، فلما وقفوا على الفتية أحجموا عن الجواب، رفضوا يجاوبوا ورفضوا إصدار هذه الفتوى. فهنا تقدم رجل شيعي، رجل دين شيعي اسمه رضي الدين علي ابن طاووس، وكان حاضرا هذا المجلس وكان مقدما محترما. فلما رأى إحجامهم رفضهم تناول الورقة اللي عليها الفتوى ووضع خطه فيها وكتب بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر، فوضع باقي المشايخ خطوطهم أو توقيعهم بعده. وبعدها هولاكو طبق حضراتكم الفتوى وفعلا قام بذبح أهل بغداد. متوسط التقديرات قتل 1,000,000 مسلم، يقال 2 مليون مسلم، يقال 800 ألف مسلم، لكن نأخذ بالمتوسط وهو هولاكو الكافر العادل قتل 1,000,000 مسلم في بغداد. وطبعا هذه الجرائم طبعا المغول يعني أبادوا مدن كاملة وذبحوا شعوب، ويعني مدينة مثل نيسابور وغيرها اختفت. انظروا حضراتكم لجرائمهم، انظروا المذابح، هذه رسومات، حتى أننا نجد أحمد داود أوغلو الذي يقول العلماء المسلمين السنة علماء كذا. يعني أنت إما جاهل بالتاريخ فلا تصلح للسياسة، وإما أنك تعلم الحقيقة وتزورها. ولا عيب أن تعتذر وتقول أنا أخطأت فنسبت العلماء المسلمين ما لم يقولوه. فهذه الفتوى أدت إلى مقتل 1,000,000 مسلم. هنا حضراتكم في كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بيروي هذه الوقائع للمؤرخ بدر الدين العيني. يقول: كيف كان هؤلاء المغول يذبحون المسلمين؟ فيقول: كان المغول يستدعون الرجل من العباسيين اللي هم الحكام نفسهم، فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب إلى مقبرة الخلال، مقبرة يعني تجاه المنظرة الحديقة يعني، فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. وبناته وجواريه من؟ حفيدات سيدنا العباس عم الرسول، والعباسيون كانوا يقولون نحن من أهل بيت الرسول. وابن طاووس رجل الدين الشيعي هذا كان يقول أنا أيضا من بيت الرسول، وهو الذي ساعد المغول على هذا وأصدر لهم الفتوى. فكانت الرجل يذبح أمام بناته وأمام زوجاته، ثم يؤخذن
أسيرات المغول يقومون باغتصابهن. ثم يضيف: قام هناك بقتل الخطباء وأئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم، وعطل المساجد وصلاة الجماعة والجمعة، صلاة الجمعة مدة شهور في بغداد. وأمر الوزير ابن العلقمي هذا كان وزير شيعي، أمر بأن تعطل المساجد والجوامع والمدارس والربط اللي هي المدارس، ويستمر فقط هذا بمحل أو محل جمع محلة، يعني اللي هي الحي، بمناطق الروافض اللي هو المناطق يسكنها الشيعة، وكان يطلق عليهم في ذلك الوقت الروافض. وأن يبنى للرافضة للشيعة مدرسة هائلة كبيرة ينشرون فيها علمهم. وهنا بنقول: هل المغول كانوا هدفهم فقط مجرد الحكم والسياسة وأخذ أموال الناس؟ لأنه لماذا يقتلون حفاظ القرآن الكريم؟ لماذا يذبحون الناس؟ لماذا يغلقون المساجد؟ يمنعون صلاة الجمعة إلى آخره. واضح أن المغول كان عندهم حقد شديد جدا على الإسلام. والمغول ذبحوا أهل بغداد، استثنوا اليهود والنصارى والشيعة، لكن المسلمين السنة قاموا بعملية إبادة فيهم. أيضا يقول: قتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول العواجيز والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش، يعني في الحشائش والغابات يعني، وقني الوسخ، مياه الصرف الصحي، يكمنون فيها ولا يظهرون. وكان جمع من الناس يجتمعون في الحانات، يعني ما يشبه المقاهي الآن، ويغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار إما بالكسر وإما بحرقها بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي المكان السطح فيقتلونهم على الأسطح حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة. يعني كان فيه ما يشبه المجاري للأزقة، يعني الحيث لما يلقى ماء تسير المياه يعني، أو لما ينزل المطر أو شيء من هذا القبيل. فهذه أصبحت كلها دم. والمغول ظلوا يقتلون في المسلمين في بغداد 40 يوما، وهذه هي الفتوى التي يستشهد بها أحمد داود أغلو. يضيف: كما قتلوا الناس في المساجد والجوامع ولم ينجي منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى، ومن التجأ إلى اليهود والنصارى وإلى دار الوزير محمد بن العلقمي الرافضي أي الشيعي. هذا التطبيق القديم. تعالوا الآن نشاهد التطبيق الحديث. كما تشاهدون، تركيا هي الدولة الوحيدة المسلمة السنية الموجودة في المنطقة، ومحاطة بدول مسيحية وبدول شيعية. السؤال: ما مصير المسلمين هؤلاء؟ يعني لما الروس حكموهم وكان الحاكم عادل، وبعد ذلك مات وجاء حاكم ظالم وأبدهم. فنقول إن القاعدة هي إن الحاكم المسلم الظالم ظلمه يموت أو ينتهي بوفاته، أما الحاكم الكافر العادل الكافر فعدله وقتي ينتهي بوفاته أيضا. انظروا حضراتكم، هنا تطبيق عملي في العصر الحديث لأوكرانيا. روسيا حكمت أوكرانيا، ذبحت كل المسلمين. وما تركيا يا جماعة اللي ينظر فيكم في الأتراك يجدهم عبارة عن لاجئين أتوا من البلاد الإسلامية التي جرى ذبح أجدادهم فيها. يعني أنا بجد الشعب التركي هو بجيناته بيرسم المأساة الإسلامية. حتى في كتاب لمؤرخ أمريكي اسمه كتاب الطرد والإبادة. فأنت تجد مثلا تسأل الأتراك: أنت من أين؟ يقول لك: أنا من القرم. أنت من أين؟ يقول لك: أنا والدتي من بلغاريا وأبي من اليونان أو جدي من اليونان. فلا حول ولا قوة إلا بالله يعني. فأين الحاكم العادل في أوكرانيا يا أحمد داود أغلو؟ أين؟ أنا بتكلم على أوكرانيا تم القضاء عليهم، مولدافيا تم قتل المسلمين، رومانيا جرى ذبح المسلمين، بلغاريا هذه البلاد كان نصفها مسلمين. اليونان يا جماعة نصفها كان مسلمين. قبرص، هنا قبرص حضراتكم، كريت، وكريت دي في عهد السلطان عبد الحميد يعني أويد المسلمين فيها، مقدونيا، صربيا، الجبل الأسود، كرواتيا، وإحنا البوسنة والهرسك بنعيش الإبادة الجماعية فيها. جورجيا لم يعد فيها مسلمين، كان غالبيتها مسلمين. جورجيا فتحت في عهد عثمان بن عفان، لم يبقى فيها ولا مسلم. أرمينيا فتحت في عهد عمر بن الخطاب، لم يبقى فيها ولا مسلم.
فحدثني عن الحاكم الكافر العادل، أين هو؟ أين؟ فهمني والله. أهي أنا بضرب لك حاجات مفروض أنك تكون درست التاريخ العثماني. يعني أنت إذا لم تعرف ماذا حدث في الماضي فلن تعرف ماذا حدث في المستقبل. تعال حضرتك على الحكومات الشيعية. نبدأ بإيران. الشيخ إسماعيل الصفوي هذا كان يقول أنا حفيد الرسول، مثلك ليجر أولو، يعني نفس الموضوع، يدعي نسب ويكذب المهم. فالشيخ إسماعيل الصفوي كان يأخذ جيشه في ساعة صلاة الجمعة ويذهب إلى المساجد ويقوم بذبح المسلمين فيها. يعني هو يريد أن يريح نفسه، سيذهب إلى دار كل واحد؟ لا لا لا، ينتظر حتى يجتمع المسلمون في صلاة الجمعة ثم يقوم بذبحهم. وهذا مكتوب بالتفصيل. الكتب المؤرخين الإيرانيين الشيعة حاليا يقولون نحن أجدادنا كانوا مسلمين سنة، والشيخ إسماعيل الصفوي جعلنا شيعة بالذبح والإكراه. ده مسألة إيران كلها عارفاها وتقر بها عادي جدا. ونحن نشاهد ملل إيران الآن وهم يطلقون على الشعب الإيراني بالرصاص في الشوارع. طبعا الشعب الإيراني اللي يعرف اللغة العربية فلا يستطيع أن يعرف الحقيقة، ولا يستطيع أن يعرف أن ملل إيران يكذبون على سيدنا علي ويلصقون به أكاذيب، وكرهوهم في الإسلام وكرهوهم في سيدنا علي وكرهوهم في الرسول. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. العراق، أحمد داود أغلو، أنت ذهبت إلى العراق ومنذ جاء الاحتلال الأمريكي لم يحكم المسلمين السنة العراق ساعة واحدة، بل جرى طرد المسلمين السنة من الوسط، وأنت تعرف هذا في الموصل وغيره. لدرجة أن الرئيس أردوغان نفسه كان يقول اتركوا الجيش التركي يدخل الموصل يطهرها من داعش، ولا داعي لدخول الميليشيات الشيعية إلى هذا المكان لأنه مسلمين سنة وهتجري مصائب كثيرة. فأنت ذهبت لكل هذه الأماكن، أنت كنت وزير خارجية، يعني أنت رأيت هذه المصائب. يعني جرى تهجير 4 ملايين مسلم عراقي، اللي جرى تهجيرهم لأوروبا واليونان وبعضهم لتركيا، وضع كارثي جدا. في سوريا جرى تهجير 10 ملايين، 1.5 مليون للأردن، 1 مليون للبنان أو 1.5 مليون لبنان، 4 مليون داخل تركيا. السؤال من يحكم سوريا؟ فأنت يعني كيف تغفل كل هذه الكوارث هي حصلت حضرتك ولا تزال تحدث طبعا. هنا حضراتكم أندلس، ليس لدينا أندلس واحدة، أندلسيات، وليس عندنا فلسطين واحدة. يقول لك فلسطين إسرائيل قتلت الفلسطينيين. هنا حضراتكم فلسطين وأخواتها الكبار. يعني فهنا نشاهد في الأندلس جاء الحاكم فرناندو الأسباني وقال أنا أقيم العدل، ودخل واحتل أسبانيا والبرتغال وقاتلوا المسلمين لم يبق فيهم أحد. والأمر تقرر في الهند أندلس أخرى، المسلمين حكموا الهند 800 سنة وجرى إبادة للمسلمين، وحتى لما جاء التقسيم جرى طرد ملايين المسلمين لباكستان، علما أن المسلمين لما حكموا الهند 800 سنة بقي نصفها هندوس وبقي فيها أديان. يعني الهند إلى اليوم فيها أديان متعددة بفضل من؟ بفضل المسلمين. نحن حكمنا الهند 800 سنة، ونحن حكمنا البلقان وأوكرانيا ورومانيا وهذه الدول 400 سنة، وبل في أوكرانيا تتار القرم حكموها أصلا من قبل ذلك. بنتكلم 700 سنة المسلمين يحكمون أوكرانيا، لا تجد فيها مسلما. ونحن لما حكمناها المسيحيين بقوا كما هم، اليهود بقوا كما هم. نحن الذين أقمنا العدل، ونحن الذين حافظنا على حياة الناس. واليوم في العراق اللي احنا بنحكم العراق من 1400 سنة فيها المسيحيين واليهود والصابئة والمندائيين والزرادشتين وكل الأصناف وكل الألوان. ولبنان وسوريا وحتى مصر فيها 5 مليون مسيحي، رغم أن المسلمين يحكمون مصر منذ 1400 سنة. والحكم الإسلامي لم ينتهي إلا لما جاء الإنجليز. لما دخل الجيش الأمريكي في العراق كل المذابح ارتكبت برعاية وتحت بصر الجيش الأمريكي وبتدبير الأمريكان. يعني فحضرتك انظر، يعني اللاجئين يا جماعة، اللاجئين كلهم منين؟ من بلاد إسلامية، مسلمين سنة تحديدا يعني. فعندك اللاجئين من سوريا، اللاجئين من العراق، والشعب الإيراني اللي بيهرب للدول الأوروبية، اللاجئين من إثيوبيا، اللاجئين من الصومال. كان في فيتنام دولة إسلامية أبيد المسلمون في فيتنام، لم يعد لهم وجود. سنغافورة كانت بلد إسلامية أصبحت صينية حاليا. حضرتك جورجيا لم يعد فيها مسلمين. فلسطين جرى إبادة الشعب. أرمينيا جرى إبادة المسلمين. ولديك أوكرانيا، رومانيا، المجر، صربيا، ولدينا ساحل العاج، ولدينا كوت ديفوار، والقائمة تطول.
هنا تطبيق عكسي، حاكم مسلم ظالم حكم. نشاهد ماذا فعل الحجاج في عهد الدولة الأموية. الشيعة يقولون الحجاج ظالم إلى آخره، والدعاية الشيعية انتقلت للأسف عند المسلمين السنة. طيب هذا الحجاج الظالم انظروا لعدله، انظروا لعدله. هذا الحجاج رحمه الله قام بتسيير الجيوش، كان هو ولي العراق، وولي العراق كان يسيطر على إيران أيضا. هو الذي فتح باكستان وفتح أفغانستان وفتح أوزباكستان وفتح طاجيكستان وفتح قرغيزيا وفتح تركستان الشرقية الموجودة الآن في الصين. الحجاج هذا رحمه الله لما جرى اغتصاب مسلمة في هذه المنطقة على متن سفينة، قتلوا الرجال وأخذوا المسلمة واغتصبوها، وعلم الحجاج وهذه المرأة كانت تقول وحجاجه، فصير لها الحجاج 6 جيوش حتى فتح باكستان كلها. هذا هو الحجاج. اليوم المسلمات يا أحمد داود أغلب تغتصبن في الصين وفي دمشق وفي غيرها من المدن والبلاد. هل سير أحد لها جيوش؟ لا، ولا حتى مجرد استدعاء السفير، ولا حتى بيان إدانة. فأنت بتتكلموا على إيه؟ هذا هو الحجاج. اليوم في الهند النساء الهندوسيات تقتلن، تنتحرن، لأن المرأة الهندية تدفع لزوجها مهر، ثم تعمل وتدفع لزوجها، هي عبدة. في إيه يا عم؟ اكتبوا على اليوتيوب النساء في الهند وشاهدوا أفلام وثائقية. المرأة في الهند مجرد ما تحيض يطردونها من المنزل. المرأة في الهند ليس عندها حمام تدخله، تقضي حاجاتها في العراء. يا أخي لو المسلمين كانوا يحكموا الهند ما سمحوا بامرأة تقتل ولا امرأة يحصل فيها هذا ولا امرأة تطرد من بيتها. لذلك أحد علماء الهند ألف كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. النهاردة احنا بنتكلم على النظافة. يعني أي إنسان كي يكون سعيد لابد يستحم ويكون نظيفا. من علم العالم كله النظافة؟ المسلمون. الحجاج هو اللي علم هذه باكستان والهند، هو الذي علمهم النظافة. يا أخي في فرنسا كانوا بيلقون الصرف الصحي في الشارع، يتبولون في الشارع. الأمراض كانت منتشرة. الناس كان متوسط العمر 40 سنة وأقل في أوروبا. من علم الأوروبيين الاستحمام؟ تعلموا الاستحمام من المسلمين في الأندلس ومن المسلمين الأتراك الدولة العثمانية. يعني اليوم في الهند طبقات. هل أحد يتحدث عن حقوق المرأة في الهند؟ لا. هل أحد يتحدث عن ضرب المرأة وقتل المرأة في الهند؟ لا. أليس هذا ظلم للمرأة؟ 700 مليون إنسانة في الهند تظلم وتضطهد كل يوم، وحكومة هندوسية من نفس الديانة يعني تضطهدها وتظلمها. فلو جيوش الحجاج أكملت وفتحت الهند لرفعت هذا الظلم. نحن اليوم استفدنا بفتوحات الحجاج رحمه الله، فهو صاحب الفضل في أن الأتراك يكونوا مسلمين. وطبعا الروايات الشيعية كذب كثير جدا. أنا بشاهد طبعا فيديوهات على اليوتيوب ضد الدولة الأموية كلها كذب وكلها روايات شيعية، ومصيبة كبيرة، ده خطر على تركيا. بإذن الله إن شاء الله يعني ننشر العلم الصحيح بإذن الله. فهذا نموذج. طيب نفترض بقى أن الحجاج ظالم كما زعم الشيعة وسيرهم الجهلة من المسلمين السنة. هذا الحجاج عاش 20 سنة وظلمه 20 سنة ومات، وخلصنا من الظلم بتاعه وبقيت لنا حسناته. لكن لو كان حكمها بوتين ولا الجيش الروسي دخلها أو الجيش الصيني كان أباد السكان جميعا ولم يبقى في مسلمين أصلا ولا في ظلم وانت اليوم في شوارع لندن وفي شوارع باريس ألا تشاهد النساء وهن ينامن على الرصيف مشردات؟ ألا تشاهد أن المرأة ليس لها عائل في أوروبا؟ أنا لما ذهبت إلى لندن دخلت أعمل حوار مع إمام المسجد المصري هناك تبع الأزهر، في نصف ساعة 5 نساء إنجليزيات يعتنقن الإسلام. فقلت له ما هذا يا شيخنا؟ قال لي يعتنقن الإسلام كي يتزوجن من رجل مسلم ينفق عليهن، لأنه لو تزوجوا إنجليزي سوف يشرب الخمر ويقوم بخيانتهن مع نساء أخريات، ثم يطلب منها يقول لها اذهبي نظفي في الشوارع، اعملي عاملة نظافة في الشارع، اذهبي اعملي نادلة في مطعم إلى آخره. بينما المسلم زوجته بتكون مستريحة جدا وبينفق عليها ويرعاها ويشتري لها ملابسها ويوفر لها الطعام والراحة ويحبها
لكن الإنجليزي لا يفعل هذا. فأنا اندهشت أن المرأة الإنجليزية تعتنق الإسلام كي تتزوج من مسلم، وهم الشيوعيين في بلادنا يصدعوا دماغنا أن الإسلام يضطهد المرأة. لكن هناك وجدت المرأة الإنجليزية المضطهدة التي تبحث عن المسلم وتبحث عن الإسلام. ونحن في تاريخنا الإسلامي لم نسمح بأن امرأة مسيحية يجري إهانتها أو طردها أو شيء من هذا القبيل. فالدولة كانت تنفق لأي امرأة ليس لها أي عائل، يعني أي امرأة يتيمة أو أي امرأة مات زوجها أو عندها مشكلة أو كذا، كانت تنفق لها مرتبات، كانت مسيحية مسلمة أو غيره. لم نسمح كمسلمين بما أن امرأة تنام في الشارع كما في شوارع برلين ولندن وباريس وأمريكا. بالمناسبة احنا تاريخنا الإسلامي 90% منه ديمقراطية. لم نعرف الدكتاتورية إلا في آخر 200 سنة لما جاء الإنجليز والفرنسيين وفككوا القبائل. أنت الشرطة ما قبل أردوغان كانت بتشد المرأة من شعرها وتقول لها لماذا ترتدين الحجاب. فعاد الدولة العثمانية والجيش الفرنسي لما حاول يفعل ذلك لم يستطع، لأن كان هناك قبيلة تحمي هذه المرأة، كان في قبائل تحمي أبنائها وتحمي نسائها. لكن بعد تفكيك القبائل أصبح كل إنسان منا بمفرده ضعيف لا يوجد من يحميه. فالدولة في عهد الدولة العثمانية وفي عهد العباسيين وفي عهد الأمويين كانت الدولة تخشى من القبائل، وكانت تعرف أن هي لا تستخدم قدر من القوة والقسوة إلا بما يحفظ وحدتها فقط، وليس أنها تتدخل في حياة الناس وتفعل فيهم ما يفعل فينا اليوم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا كتاب الطرد والإبادة، ده مؤرخ أمريكي مسيحي بيتكلم ماذا فعلت روسيا وماذا فعلت أرمينيا وماذا فعل هؤلاء في المسلمين عندما حكموه، بينما نحن كمسلمين لما حكمنا غيرنا من أصحاب الأديان الأخرى كنا عادلين وكنا رحماء، ولا تزال كنائسهم موجودة ومعابدهم موجودة ودور ديانتهم موجودة في كل مكان. أرجو من أحمد داود أغلو أنه يستمع هذا الكتاب، وهو موجود مترجم باللغة التركية. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في رسالة على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر ورابط قناة تليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأئمتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.